ازيكم يا امارات، عاملين ايه؟ النهارده جايبين ورق العنب هنخزنه مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. باكياس بتاع التلاجة. هنخزنه من السنه للسنه. معايا انا جايبه كيلو ورق عنب. انا هعمل الاول نص معاكم، وبعدين بقيته هعمله كمله مع نفسي. جبت نص الكيلو ورق عنب. هشيل العنقود بتاعه، وهحاول ان انا احط ورقه فوق ورقه. وبعدين هجيب اكياس بتاع التلاجة. هوريكم الشكل النهائي بتاعها دلوقتي. هنا انا كنت بعمل عنقود بعنقود اشيله كده. هنشيل كل ورقة العنقود بتاعها، ونحطه فوق بعضه كده ورقة بورقة، ونحاول ان انا نساوي الطروف بتاعتها فوق بعضها كده. بالشكل ده كنت خلصت شوية. الكيس اللي كان معايا كنت خلصته. هو ما بنشيل كده ونحطه فوق بعضه ما بيبانش بقى ان هو إيه كتير ولا حاجة معانا. جبت كيس بتاع التلاجة. هو فيه طريقتين من بتوع الكيس بتوع التلاجة. انا هفتح الكيس كده بالشكل ده، وهحط الكمية بتاعتي من الورق اللي انا هستعملها وكده. كده بحاول ان انا اسويه فوق بعضه كده، وهضم الكيس من الطرف ومن الطرف، واخرج هواه، واقوم ملفه الكيس برمى الكيس اكنك بتلفي سندوتش. هنا كنت بسويه فوق بعضه. عملت ايوه بسويه، لازم اسويه كده فوق بعضه يعني. ايوه اجيب الطرف الكيس وطرف الكيس وانا بجيب طرف الكيس على طرف الكيس بخرج هواه. لازم الحركة دي لازم نخرج هواه علشان ما يبوش معانا، لاننا احنا هنعينه من السنة للسنة، يعني في الوقت اللي هو مبقاش موجود فيه. هنا عملته. هجيب حافظة او علبة اللي هي اللانش بوكس بتاع المدرسة. ما عادش في مدارس، لو انت ما عندكيش حافظة تحطي فيها عادي، او اللي هي العلب اللي هي البيضة اللي احنا بنجيبها من اي عطار، العلب البيضة الشفافة. ونحاول ان احنا نرصصهم بقى جنب بعض كده وهنقفل. دي الطريقة ديت بتقعد معايا للسنة الصراحة. والورق بيفضل زي ما هو اخضر. بنطلعه ونحطه، يكون معانا مية مغلية، بحطش فيها ليمون ولا اي حاجة. بنزل بالورق على طول في المية المغلية لغاية اما الورق يتشرب من المية واللون بتاعه يتغير. ما بنسيبوش لغاية ما يتهرى معانا ولا حاجة. وبنقوم نطلعه بقى من المية ونحطه على مصفى الصفة وكده. بيكون معانا سهل وبسيط. انا كمان باخده شطفة بعد ما بسلقه كده، عشان لو في اي حاجة